قبل ما نبدأ الفيلم ده يبقى الجزء الثالث من سلسلة أفلام سونيك، وهتلاقيني سايب لك في الوصف الرابط بتاع أول جزئين، يعني لو حابب تتفرج عليهم عشان تبقى فاهم الأحداث. وبس كده، يلا بينا نبدأ فيلم النهاردة. فيلمنا بيبدأ مع أنفذ أسود اسمه شادو، بيكون محبوس جوه كبسولة في مختبر في اليابان، وبيحلم بأحداث حصلت في حياته. وفجأة بتشتغل أجهزة الإنذار اللي موجودة في المختبر بسبب تهكير حصل للنظام، وبيدخل الجنود عشان يأمنوا المكان اللي موجود شادو فيه، لكنهم بيتفاجئوا لأن شادو بيصحى من النوم العميق اللي هو كان فيه، وبيكون غضبان بشدة وبيدمر الكبسولة وبيخرج منها وبيبدأ يهجم على الجنود، وبيقدر انه يخلص عليهم بكل سهولة بسبب قوته المرعبة. وبعدها بيخرج شادو من المختبر وبيجري بسرعة ناحية المدينة. بنروح بقى لأمريكا وبنلاقي سونيك مع تيلز وناكلز، والشباب بتكون عايشة في مية البطيخ وبيجهزوا نفسهم لسباق. وأول ما بيبدأ السباق سونيك بيجري بسرعته العالية لدرجة انه بيبعد عن تيلز وناكلز وبينحرف عن طريق السباق، لكنه لما بيوصل لخط النهاية بيكتشف انه خسر. وطبعا تيلز وناكلز بيفضلوا يحفلوا عليه، بس سونيك بيكون مش مصدق انه خسر السباق وحاسس ان في حاجه مش مظبوطه. وفعلا بيكتشف ان تيلز وناكلز عباره عن هولوجرام، وبيلاقي ان في طيارات هي اللي عامله الهولوجرام ده. وبنكتشف ان دي حفله معموله من توم وتيلز وناكلز عشان يحتفلوا بسونيك، لان دي الذكرى السنويه لوصوله كوكب الارض، فبيحتفلوا بيه وبيشكروه لانه غير حياتهم كلهم. وبعدها توم بياخد سونيك وبيروحوا عند الكهف القديم اللي سونيك كان عايش فيه، وهناك بيقفوا قدام رسمه رسمها سونيك على حيطه الكهف، والرسمه دي بتكون للبومه لونج اللي ربته. وبيتأثر سونيك لأنه مفتقدها ونفسه تبقى فخورة بيه، لكن توم بيقوله إنها أكيد فخورة بيه بسبب كل اللي عمله، وبيقعد يواسيه. في الوقت ده بقى شادو بيوصل المدينة وبيشوف إعلان قدامه بيعرف منه إنه في سنة 2024، فبيتعصب جدا لأن ده معناه إنه اتحبس في الكبسولة لمدة 50 سنة. وفجأة بيظهر قدامه جنود كتير وبيحاصروه من كل مكان، فبيتعصب وبتكون هتبدأ معركة ما بينهم. وبنرجع في الوقت ده لسونيك واللي معاه وبيكونوا قاعدين مبسوطين، وفجأة بتوصل طيارة عسكرية وبتنزل منها واحدة اسمها روكويل، وبنعرف ان روكويل من منظمة عسكرية لحماية العالم، وبتطلب من سونيك واصحابه المساعدة، وده لان في كائن مجهول في طوكيو عامل كوارث ومحدش قادر يوقفه. فبيوافق سونيك وتيلز وناكلز وبيركبوا معاها الطيارة وبيفتحوا بوابة تنقل عشان يوصلوا هناك في اسرع وقت، وبيتفاجئوا بالدمار اللي حصل، فبينزلوا من الطيارة بسرعة وبيمشوا في الشوارع، وده عشان يشوفوا ايه المخلوق ده. وبيحاول تيلز يشوف كمية الطاقة ويتتبعها عشان يحدد مكان الكائن ده، ولكنه مش بيعرف لأن الجهاز ما بيقدرش يحدد مصدر الطاقة من قوتها. وفجأة بيظهر قدامهم شادو من العدم حرفيا، وبيتفاجئ تيلز وناكلز لما بيشوفوه بسبب الشبه الشديد بين شادو وسونيك. ساعتها شادو بيحذر انهم يقربوا منه وبيطلب منهم يسيبوه في حاله، فبيحاول سونيك يتكلم معاه عشان يعرف هو ليه بيدمر المدينة، ولكن ناكلز بيتسرع وبيهجم على شادو، لكن شادو بيوقفه بكل سهولة وبيرميه بعيد. وبعدها بيركب الموتوسيكل الخاص بيه وبيهرب من المكان، فبيجري وراه سونيك بسرعة عشان يوصل له، وبيضرب شادو طلقات من المسدس اللي معاه على سونيك، ولكن سونيك بيعرف انه يتفادى كل الضربات، وبتبدأ ما بينهم مطاردة سريعة جدا. وبيفضل شادو على الموتوسيكل وبيمشي بسرعة جنونية، لكن سونيك بيعرف يتمسك في الموتوسيكل، وبيكون في قطر قدامهم، لكن شادو بيتفادى القطر على آخر لحظة. وبتكمل المطاردة ما بينهم لحد ما بيطلع شادو بالموتوسيكل فوق ناطحة سحاب، وبينط بسرعة كبيرة وبيطير في السماء. ساعتها بيستجمع سونيك قوته وبينط وراه هو كمان، وبتحصل ما بينهم معركة عنيفة جدا، والاتنين بيضربوا بعض، وبسبب القوة المهولة اللي بتطلع من الانصدام الكهرباء بتقطع في المدينة كلها. وقتها سونيك بيدخل في حالة إغماء، ولما بيصحى بيلاقي تيلز وناكلز وبيكونوا مكلبشينه، وده عشان ما يهربش منهم زي ما عمل من شوية. فبيعتذر سونيك ليهم وبيقول لهم انه مش متعود على الشغل الفريق، وبيقرر انه لازم يقابل الجنرال والترز قائد فريق حماية العالم، وده لان اكيد عنده معلومات عن الكائن ده. وفعلا بيروحوا يتكلموا معاه وبيكتشفوا ان الكائن ده اسمه شادو، وبيبدأ يحكي لهم قصة شادو اللي بدأت من 50 سنة. فبيقول لهم ان في نيزك وقع على كوكب الارض، والنيزك ده جواه شادو، ووقتها العلماء اخدوه على المختبر عشان يعملوا عليه تجارب، واتفاجئوا من كمية الطاقة المرعبة اللي عند شادو، فقرروا انهم يستغلوا الطاقة اللي عنده دي. لكن المشكلة ان الطاقة مش مستقرة، واثناء التجارب الوضع خرج عن السيطرة وحصل انفجار كبير ودمر المختبر ومات ناس كتيرة جدا. وبعدها تم القبض على العالم المسؤول عن المشروع ده وسجنوه. وفي نفس الوقت ده تم السيطرة على شادو واتحبس جوه كبسولة لانه خطير ومش عارفين يسيطروا عليه، ودخلوه في حالة من النوم العميق عشان ما يعملش مشاكل. فبيقول سونيك ده معناه ان في شخص ساعد شادو في الهروب، فبيقول له الجنرال ايوه، لكن اصلا عدد قليل من الناس اللي عارفين بوجود شادو. وفجأة النور بيبدأ يطفي وينور، وبتظهر طيارات من
بتاعة الدكتور إجمان وبيبدأ يهاجم سونيك واللي معاه، وفي نفس اللحظة دي بيظهر شخص مجهول وبيكون راكب موتوسيكل وبيقدر إنه يعطل كل الطيارات وبيوقعها على الأرض، وبعدها بيسيب المكان وبيهرب من غير ما حد يعرف هو مين. وبيجري سونيك على والترز عشان يطمن عليه، فبيديله والترز شريحة وبيقوله إن ده مفتاح تشغيل أقوى سلاح للمنظمة، وبيعرفه إن هو الشخص الوحيد اللي بيثق فيه وبيطلب منه يحافظ على المفتاح، وبعدها بيموت. فبيمشي سونيك واللي معاه بسرعة من المكان وبيروحوا ورا الشخص اللي ساعدهم، وبتروح روكويل مكان الجنرال وبتشوفه هو ميت والمفتاح مختفي ومعاه صورة لسونيك، فبتعرف إن هو اللي أخد المفتاح. وبنروح لسونيك وبنكتشف إن الراجل المقنع يبقى ستون مساعد إجمان، وبنعرف إن إجمان لسه عايش لكنه مش هو اللي ورا اللي حصل، لكن حد تاني يسيطر على الروبوتات. وساعتها بيروحوا لإجمان جوه روبوت كبير من بتوعه وبيحكوا له اللي حصل، فبيتعصب وبيحاول يعرف مين اللي استخدم الروبوتات بتاعته، وبيبدأ يحلق شعره وبيستعد عشان يرجع تاني للساحة. وبيقرر سونيك واللي معاه إنهم يتعاونوا مع إجمان علشان يوقفوا الكارثة اللي بتحصل، وكمان بيديله شوكة من جسمه علشان يستخدم الطاقة اللي فيها. وفي الوقت ده بيكون شادو في المختبر القديم وبيلاقي هناك جزمة بتفكره ببنت اسمها ماريا، ودي حفيدة العالم اللي كان مسؤول عن المشروع ده. فبيفتكر ذكرياته معاها وقد ايه كانت معجبة بيه وبتفضل تلعب معاه وبتواسيه وبتقوله انهم دايما هيكونوا اصحاب مهما حصل. وقتها بقى بيظهر شخص مجهول من ورا شادو، وبنعرف ان الشخص ده هو العالم قائد المشروع، وبيقول لشادو انه كان متأكد انه هيرجع. فبيرد عليه شادو بحزن وبيقوله انه مش قادر ينسى اللي حصل لماريا، فبيقول له العالم انهم لازم يعاقبوا كل اللي تسبب في موتها. وفي نفس الوقت ده بتتفتح بوابة وبيخرج منها سونيك واللي معاه وبيوصلوا للمختبر، وبيكونوا عرفوا مكان المختبر لان ده المكان اللي خرجت منه الطيارات، وبيقسموا نفسهم كل واحد في اتجاه. فبيروح ناكلز يدور في مكان لوحده وهو خايف جدا، وده لان الدنيا ضلمة وهو بيخاف من الضلمة. وفجأة بيظهر شادو وبيضربه لحد ما بيفقد الوعي، وبعدها بيروح شادو يضربهم واحد ورا التاني لحد ما بيفقدوا كلهم الوعي وبيربطهم مع بعض. وفي الوقت ده إجمان بيلاقي الطيارات بدون طيار قدامه وبيفرح جدا، ولكن فجأة بيظهر العالم وبنعرف إن اسمه جيرالد، وبنعرف كمان إن هو يبقى جد إجمان، ووقتها إجمان مش بيكون فاكره. فبيقعد إجمان يسأل جيرالد شوية أسئلة وبيتأكد إنه جده فعلا، وبنعرف إنه كان محبوس لمدة 50 سنة في سجن سري تابع للحكومة. وبعد شوية سونيك وأصحابه بيفوقوا وبيلاقوا نفسهم مربوطين بسلسلة، وبينصدموا لما بيشوفوا جيرالد وإجمان سوا، وبنعرف إن جيرالد هو اللي قتل والترز. وبيطلب جيرالد من شادو إنه يفتش سونيك وأصحابه علشان ياخد منهم مفتاح السلاح السري، وفعلا شادو بيلاقي المفتاح مع سونيك وبياخده منه، وبيقول له إن منظمة حماية العالم دمرت حياته وهو هيدمرها. وبياخد جيرالد المفتاح وبنعرف إن هو اللي بنى السلاح ده، وبيكون عبارة عن مدفع طاقة ضخم، وبناه في مقابل إنه يخرج من السجن. والسلاح ده بيكون ليه مفتاحين، واحد منهم معاهم والتاني في مقر المنظمة، وإنهم لما ياخدوا المفتاحين هيستخدموا السلاح علشان يدمروا بيه المنظمة. وساعتها بيمشي إجمان واللي معاه في مركبتهم وبيسيبوا سونيك، وبيكون سونيك واللي معاه بيحاولوا يوقفوا شادو عن اللي هيعمله، لكنه مش بيهتم وبيرمي عليهم قنبلة بتفتح ثقب أسود وبتكون خلاص هتبلعهم. ولكن ناكلز بيقدر إنه يمسك في سلك بسنانه قبل ما يتسحبوا، وبيقدروا إنهم يستخدموا واحدة من الحلقات السحرية اللي معاهم وبيدخلوا جواها وبيروحوا على بيت توم. وبعد ما بيحرروا نفسهم بيقعدوا يعملوا خطة عشان يروحوا مبنى المنظمة اللي في لندن ويوقفوا إجمان وشادو. وبنشوف إن إجمان وجيرالد وشادو واقفين قريب من مبنى المنظمة، وبيكون شادو عايز يروح يجيب المفتاح بالعنف، ولكن جيرالد بيطلب منه يستنى في المركبة مع ستون وهو وإجمان عندهم خطة. وبعدها بيوصل سونيك وأصحابه لندن وبيكون عندهم هما كمان خطة وكلهم يستعدوا، وبتبدأ الخطة مع توم ومراته اللي بيكون معاهم أداة بتغير شكلهم، وأول ما بيستخدموها توم بيتحول لراندل ومراته بتتحول لأختها راشيل، وبيدخلوا جوه مبنى المنظمة وبيقدروا إنهم يخدعوا الأمن اللي هناك وبيرجعوا لشكلهم الطبيعي. وساعتها بيوصلوا عند باب بيتفتح ببصمة الوش، فبتغير مرات توم شكلها من تاني وبتبقى على شكل روكويل، لكن روكويل الحقيقية بتبقى داخلة عليهم، فبيغيروا شكلهم من تاني وبيعدوا الموقف لحد ما هي تمشي. وبعدها بيدخلوا جوه غرفة السيرفرات وبيحطوا الفلاشة اللي معاهم في جهاز، ولكن بياخدوا بالهم ساعتها ان في فلاشة تانية متوصلة في نفس الجهاز وبتبقى عليها شعار إجمان. وتيلز بيرصد إشارة مركبة إجمان وبيعرف انها موجودة جوه أنفاق الصرف الصحي، فبيعطل نظام الصرف الصحي وبيخلي كمية كبيرة من المية تسحب المركبة لمكان بعيد. أما إجمان وجيرالد فبيقدروا يوصلوا لمكان المفتاح وبيمشوا ناحيته، ومش
بيتكشفوا بسبب اللبس اللي هم لابسينه وبيقعدوا يعملوا رقصات غريبة جدا. وفي الوقت ده بيكون في درع حماية حوالين المبنى فبيشتغل، فبيجري سونيك علشان يدخل المبنى لكنه بيكون مش هيلحق، بس بيجي تيلز في آخر وقت وبيزقوا بيدخلوا المبنى، فبيلحقهم سونيك وبيدخل وراهم لغرفة المفتاح. لكن ساعتها بيبقوا مش قادرين يتحركوا لأن إجمان وجيرالد بيتلزقوا في الأرض وسونيك بيطير في الهواء، وبيكون السبب في كده هي روكويل لأنها قادرة تتحكم في جاذبية الغرفة دي. وبتاخد روكويل المفتاح وبيقبضوا على تيلز وتوم ومراته كمان وبيحاصروهم كلهم. لكن في الوقت ده بيدخل ناكلز دخول رايق وبيساعد صاحبه وبياخد جهاز التحكم في الجاذبية وبيدمره، بس في الحقيقة الجهاز مش بيتدمر وبيخرف، وبيبدأ إنه يلعب في الجاذبية بشكل عشوائي. وساعتها مفتاح تشغيل السلاح بيقع على الأرض وروكويل وإجمان بيحاولوا يروحوا عليه، بس في الوقت ده جزء من السقف كان هيقع على توم ومراته، وفي آخر لحظة بيقدر سونيك إنه ينقذهم. ساعتها جهاز التحكم في الجاذبية بيقف والكل بيقدر يتحرك زي ما هو عايز، وروكويل بتاخد المفتاح وبتهرب. ولكن بيجي الجنرال والترز وبيقول لها هاتي المفتاح، وبتكون مستغربة إنه لسه عايش لكنها بتثق فيه وبتديله المفتاح. وفي الحقيقة ده مش الجنرال والترز ولا حاجة، ده توم بس متنكر. وقتها بيجي شادو فبيغير توم شكله تاني، فبيتعصب شادو بيكون فاكره والترز الحقيقي وبيضربه بقوة، فبيغمى على توم وبياخد شادو المفتاح منه. وقتها شادو بيفتكر ذكرياته مع ماريا ولكنه بيفوق بسرعة وبياخد المفتاح وبيطلع يجري وبيديه لإجمان وجيرالد، وبيحطوا المفتاح عشان يشغلوا المدفع، والمكان اللي هم فيه فجأة بيطير وبينفصل عن بقية المبنى. وعلى الجانب الآخر بيجي سونيك وبيشوف اللي حصل لتوم وبيكون قلقان جدا عليه، وبيبقى عايز ينتقم من إجمان وجيرالد، وبيسأل ناكلز وتيلز عن مكان جوهرة الطاقة، فبيعرف مكانها وبيروح ياخدها بسرعة وبيتحول من تاني للهيئة الذهبية القوية بتاعته. وبنشوف إن المركبة اللي فيها إجمان وجيرالد وشادو بقت في الفضاء، وكل الأخبار في العالم بتتكلم عن اللي هما التلاتة عملوه. ساعتها بيتكلم شادو مع جيرالد وبيقول له تفتكر ماريا كانت هتبقى راضية عن اللي احنا بنعمله ده؟ وبنشوف فلاش باك وبنكتشف إن اللي حصل إن ماريا وجيرالد وشادو كانوا بيحاولوا يهربوا من المختبر، لكن ساعتها بيجي الجنود وبيضربوا عليهم نار، بس والترز بيحاول يوقف الجنود، وبسبب إطلاق النار بتيجي طلقة في مادة متفجرة وبتفجر المكان. وفي الوقت الحاضر بيقعد جيرالد يلعب في دماغ شادو لحد ما بيعصبه وبيخليه يطلع طاقة كبيرة عشان يشحن بيها السلاح، وبيكون هدفه الحقيقي هو تدمير كوكب الأرض لأنه شايف إن البشر كلهم فاشلين. لكن إجمان بيكون مش موافق وبيحاول إنه يوقفه، بس في الوقت ده بيجي سونيك وبيمسك شادو وبيطير بيه في الفضاء، وبتبدأ بينهم معركة عنيفة لحد ما بيقعوا على كوكب الأرض من تاني وبيكملوا المعركة بتاعتهم. فبيضرب شادو سونيك ضربة قوية جدا بتفكك حجر القوة منه وبيتحول ل7 أحجار صغيرين، وبيحاول شادو سونيك إنهم يوصلوا للأحجار وبيوصلوا ليهم في نفس الوقت، فبيتحولوا الاتنين للون الذهبي وبيكملوا معركتهم. وساعتها بيروحوا للفضاء من تاني، لكن سونيك بيبقى أقوى وبيقدر إنه يخلي شادو يرجع لهيئته الطبيعية، وبيكون قادر إنه يخلص عليه، لكنه بيفتكر كلام توم وبيقرر إنه يعفو عن شادو. فبيقتنع شادو إن سونيك طيب وبيقرر إنه يتعاون معاه علشان يكفر عن ذنوبه، فبيتحدوا هما الاتنين مع بعض علشان يوقفوا جيرالد من تدمير الأرض، وبيستخدموا قوة حجر القوة وبيروحوا ناحية مركبة جيرالد. ساعتها إجمان بيحاول يوقف جيرالد لكن من غير أي فايدة، وبيشوف جيرالد إن سونيك وشادو جايين فبيحاول يوقفهم بشوية روبوتات، لكن سونيك وشادو بيخلصوا عليهم بكل سهولة. وبيقرر جيرالد إنه يرمي إجمان في الفضاء، لكن تيلز وناكلز بينقذوه، وبيكون معاه لسه شوكة سونيك اللي اتحولت للون الذهبي، فبيضرب بيها جيرالد وبيطيره، وبيحاولوا إنهم يوقفوا السلاح لكن بيفوت الأوان لأنه خلاص بيطلق شعاع الطاقة. فبيحاول سونيك وشادو إنهم يوقفوه، بس الشعاع بيكون قوي جدا وسونيك مش بيقدر يتحمله وبيغمى عليه، فبيجي تيلز وبينقذه. وبيحاول إجمان إنه يخلي المركبة تنحرف عن كوكب الأرض علشان الشعاع ما يخبطش في كوكب الأرض، بس الموضوع بيكون صعب، وكمان بيكون قلب المركبة هينفجر، ولو ده حصل فكوكب الأرض هيتدمر كله. فبيرجع شادو على السفينة وبيقول لإجمان يوقف الطاقة اللي بتوصل لقلب المركبة والمدفع، وبعدها بيخرج شادو وبيبدأ يزق المركبة بعيد عن كوكب الأرض علشان ما تأثرش عليه. وبيبدأ إجمان يحاول يعطل المركبة من جوه، وبيبعت رسالة لستون وبيشكره على كل اللي عمله معاه. وبنرجع لكوكب الأرض وبيكون سونيك وناكلز وتيلز شايفين انفجار ضخم في السماء، وبيعرفوا إن إجمان وشادو ضحوا بنفسهم. وبيعدي الوقت وبيرجعوا كلهم أسرة واحدة، وفي يوم بيعملوا سباق زي اللي كان في الأول خالص، وبرضه بينحرف سونيك عن المسار، بس المرة دي بيهجم عليه روبوت شبهه وبيضرب عليه طلقة قوية جدا، لكن سونيك بيقدر
يتفاداها، وبيحاول سونيك إنه يضرب الروبوت ده ولكن من غير أي فايدة. وفجأة بيظهر كمية روبوتات كتير حوالين سونيك وكلهم بيهجموا عليه، لكن فجأة بيجي حد يدمر الروبوتات وبيساعد سونيك، وبنكتشف إن الحد ده يبقى أنفت شبه سونيك ولكنه بنت. وهنا بيخلص الفيلم. ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشاركنا في كل جديد، ويا رب تكونوا استمتعتوا معنا. شكرا ليكم، سلام.